السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، النهارده ميعادنا مع الجزء الثاني للدرس الثاني في الوحدة الأولى. قال لك هنتكلم النهارده عن السهول وأنواعها، وهندخل في الجزء ده قال لك عندنا جزء الحل مع بعض عشان تتفرج عليهم مع بعض. أهم حاجة الجزء ده مهم جدا، هيضم فيديو شرح وهيضم فيديو حل. ركز كويس قوي، جيب لي كوباية قهوة تقيلة كده ويلا بينا نشوف الجزء الثاني بيتكلم عن إيه. معاك مستر محمد علاء ويلا بينا. يلا بينا بسم الله. قال لك الجزء الثاني بيتكلم عن السهول. طب يعني ايه السهول؟ قال لك ان السهول هي عباره عن ارض مستويه. خلي بالك بقى من المعلومه دي. يبقى ما المقصود بالسهول؟ قال لك هي عباره عن ارض مستويه او شبه مستويه. يبقى خلي بالك هي عباره عن ارض مستويه او حتى شبه مستويه. طب انا عندي كام نوع من السهول؟ عندي سهول فيضيه، سهول ساحليه. السهول الفيضيه هي اللي كونتها الانهار، السهول الساحليه هي اللي كونتها البحار. تاني، السهول الفيضيه دي اللي كونتها الانهار، السهول الساحليه دي اللي كونتها البحار. السهول الفيضيه يجري في قاره افريقيا عدد من الانهار زي نهر النيل، النيجر، الكونغو. قال لك طب يا عم ماشي، السهول الفيضيه دي قال لك مين اللي بتعملها؟ الانهار زي سهل وادي النيل والدلتا في مصر. بما تفسر تتميز سهول وادي النيل بخصوبه تربتها لانها تكونت من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبه الحبشه البركانيه. تاني، السهول الفيضيه ليها اهميه اقتصاديه، ابسطها لك يا عم، اللي هي بتساعدني في قيام نشاط الايه؟ الزراعه. الانهار، نهر النيل، النيجر، الكونغو، نهر الزنبيزي. المهم الانهار دي بتعمل لي سهول فيضيه. طب يا عم تتميز سهول نهر النيل بانها ايه؟ خصوبه التربه، تتميز بخصوبه التربه او صالحه للزراعه بسبب الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبه البحيرات، من هضبه الايه؟ الحبشه. طب تعالى نتكلم عن السهول الساحليه. السهول الساحليه اللي هي البحار. طب يعني ايه سهول ساحليه؟ بالبلدي كده اللي هو الشط اللي انت بتقف عليه، شط البحر، ده اسمه سهول ساحليه. وخلي بالك السهول الساحليه نتيجه عن التعريه المائيه بالله عليك. السهول الساحليه يختلف اتساع السهول وضيقها حسب اقتراب وابتعاد المرتفعات. مش فاهم يعني يقصد يقول لك ادي يا عم سطح مستوي اهو يا عم جميل، وادي يا عم هنا في بحر. لو لقيت هنا جبل هتقول لي هنا الساحل صغير. طب ليه؟ عشان هنا في جبل، الساحل صغير قريب قوي من البحر. تمام. طب احنا لو هنشيل دي خالص، هنشيل مثلا الجبل من هنا، وادي يا عم الارض اهي، وادي يا عم الارض اهي، وادي البحر اهو، والجبل هنا او الهضبه هنا، هتقول لي لا هنا الساحل ايه؟ كبير. صح الكلام؟ او الشط كبير. عشان كده بيقول لك ان اختلاف ضيق وسهول السواحل بيختلف حسب ايه؟ اقتراب وابتعاد المرتفعات. لو المرتفعات قريبه الساحل ضيق او الشط ضيق. طب لو المرتفعات بعيده يبقى السهول واسعه. طب تعالى نتكلم عن سهل في افريقيا. اول حاجه سهول البحر المتوسط. اول حاجه سهول البحر المتوسط هي سهول واسعه، بس خلي بالك ما عدا ناحيه جبال ايه؟ الله ينور عليك للرد، ما عدا ناحيه جبال اطلس. خلي بالك يبقى تتميز بالاتساع شمال مصر لعدم وجود مرتفعات، ولكن تتميز بالضيق في بلاد المغرب. اشمعنى؟ بسبب اقتراب جبال اطلس. يبقى هي في مصر السهول واسعه بس ضيقه فين؟ في المغرب بسبب اقتراب الجبال. وطبعا فيها نباتات طبيه وطبيعيه، وطبعا صالحه على فكره للزراعه، بتعتمد على الامطار الشتويه. خلي بالك من المعلومه دي. يبقى سهول البحر المتوسط هي خلي بالك صالحه للزراعه بس مش بتعتمد على مياه الانهار، بتعتمد على الامطار الايه؟ الشتويه. طب تمام، تعال نكمل. سهول البحر الاحمر، لا، سهول البحر الاحمر ضيقه وتقع شرق القاره، موجوده في مصر والسودان واريتريا. تتميز بانها ضيقه بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر، ولكن ان سهول البحر الاحمر هي سهول غنيه بالايه؟ قال لك بالمعادن ومصادر الطاقه. خلي بالك لو قال لك السهول الغنيه بمعادن ومصادر الطاقه دي سهول البحر الاحمر. اما لو قال لك الصالحه للزراعه هتقول لي سهول البحر المتوسط. خلي بالك بالله عليك من الحاجات دي، تكات مهمه. طب تعالى نتكلم عن سهول المحيط الهندي. قال لك برضو شرق القاره تختلف في الاتساع والضيق، موجود يقول لك عندنا هي واسعه
قال لك في تنزانيا ولكن هي ضيقه في دوله كينيا. طب تمام، يبقى هي واسعه في تنزانيا وضيقه في كينيا، طبعا بسبب اقتراب جبال ايه؟ كينيا. قال لك وهضبه البحيرات الاستوائيه. سهول المحيط الاطلنطي موقعها غرب قاره افريقيا. سهول واسعه وغنيه بالزراعه، يبقى خلي بالك برضو ان السهول الصالحه للزراعه سهول المحيط الاطلنطي. تحتوي افريقيا على عدد كبير جدا من الجزر زي جزيره مدغشقر موجوده في المحيط الهندي وجزر القمر. يبقى يقصد يقول لك ان السهول بتختلف بالاتساع والضيق حسب اقتراب وابتعاد الجبل. لو الجبل قريب السهل ضيق الشط ضيق، الجبل بعيد يبقى الشط واسع. زي مين؟ قال لك في مصر في البحر المتوسط السهول واسعه بسبب ما فيش مرتفعات، بس في المغرب ضيقه. البحر المتوسط في مصر الشط بتاعه ضيق. طب ليه؟ بسبب اقتراب جبال البحر الايه؟ الاحمر. وخلي بالك ممكن تزرع، قال لك عندنا في سهول المحيط الاطلنطي. وخلي بالك ان سهول البحر الاحمر غنيه بمصادر الطاقه والمعادن. مما سبق نستنتج ان القاره الافريقيه تطل على بحار ومحيطات تحتوي على العديد من الثروات الطبيعيه، وده بيساعدك على تشكيل الاقتصاد الازرق. طب ما المقصود بالاقتصاد الازرق؟ هو استثمار الموارد المائيه بتاعتك لتحقيق التنميه المستدامه. يعني يقصد يقول لك انك ما تستخدمش الموارد بتاعتك المائيه عمال على بطال علشان في حقوق اجيال جايه. حلو الكلام. قال لك عندنا يكون كده الجزء بتاعنا خلص. اهم حاجه تكون ركزت كويس جدا معايا، ويلا بينا نشوف فيديو الحل. ذاكرنا حفظنا لازم نطبق. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.